مشكلة تانية بتقابلنا في عيانين الانزلاق الغضروفي القطني، وهو الانزلاق الغضروفي المرتجع. هل كل انزلاق غضروفي مرتجع محتاج جراحة؟ هل كل انزلاق غضروفي مرتجع مشكلة ما ينفعش معاها إلا التدخل الجراحي؟ هل ما ينفعنيش إن أنا أجرب العلاج التحفظي تاني للمرة التانية؟ إيه أسباب الانزلاق الغضروفي المرتجع؟ طب إيه اللي ممكن نعمله عشان نحمي نفسنا من هذا الانزلاق الغضروفي المرتجع؟ أسئلة كتيرة هنجاوب إن شاء الله عليها بإذن الله مع بعض في الدقائق اللي جاية. أنا حسام الدين مصطفى، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب القصر العيني. الانزلاق الغضروفي المرتجع هو خروج جزء من الغضروف اللي تم استئصاله سابقا. طب ده نتيجة إيه؟ ده نتيجة إما مشكلة في الغضروف نفسه وإما مشكلة في المريض نفسه. مشكلة في الغضروف نفسه إن جداره الأنيولس بتاعته ضعيفة وخرجت جزء تاني من الغضروف غير الجزء اللي تم استئصاله. أو مشكلة تانية في المريض إن المريض بدأ يحمل تاني بأحمال شديدة على نفسه ويشيل أوزان كبيرة أو عضلاته نفسها ضعيفة. الانزلاق الغضروفي المرتجع علاجه إيه؟ الانزلاق الغضروفي المرتجع هو انزلاق غضروفي في المقام الأول، وبالتالي أنت هتبقى بتتعامل كأنك انزلاق غضروفي لأول مرة. يعني هناخد العلاج التحفظي بتاعنا تاني، هنريح الراحة المطلوبة تاني، هنعمل العلاج الطبيعي اللي احنا محتاجينه تاني، وناخد فرصتنا ونتعامل كأننا انزلاق غضروفي لأول مرة. طب سؤال تاني، هل كل عيان انزلاق غضروفي مرتجع هو عيان لازم يعمل عملية تثبيت للفقرات القطنية؟ قطعا لا. عملية التثبيت دي عملية ليها انديكيشنز، ليها دواعي. لما الاقي في الاشعه بتاعت المريض علامات لعدم ثبات الفقرات، الاقي في موديل تشينجز ظاهره في الفقر في الاند بليتس، الاقي في الاكس راي في علامه للانستابيليتي، والاقي ان في بدا تزحزح يظهر ما بين الفقرات، الاقي في مشكله في الفاسد جوينتس، في انديكيشنز، في دلالات وعلامات بتبان في الاشعات تقول والله المريض ده سبب ارتجاع الغضروف بالنسبه له هو عدم ثبات الفقرات، وبالتالي الحل مش ان انا اشيل الغضروف، الحل ان انا اثبت الفقره. يبقى اذا اجابه السؤال ده، هل كل مريض غضروف مرتجع محتاج الى تدخل جراحي بالتثبيت؟ قطعا لا. يعني ممكن المريض يعمل تدخل جراحي محدود تاني؟ ممكن طبعا. ممكن اخش المره الثانيه والمره الثالثه بالميكروسكوب او بالمنظار نشيل الجزء اللي خرج من الغضروف وندي المريض تاني ونعيد نفس الكلام والتعليمات ان لازم تخلي بالك من وزنك، من مجهودك، من القعده الطويله، من شيل اوزان تقيله. كل الكلام ده هنعيده تاني ونحذره علشان لا يتكرر تاني ان مشكله الانزلاق الغضروفي المرتجع. طيب لو انا لقيت في علامه من علامات عدم ثبات الفقرات، يبقى اذا التدخل الجراحي المناسب هو ايه؟ هو التثبيت للفقرتين اللي بيحصل عندهم الغضروف واستئصال الجزء اللي خرج من الغضروف. وممكن ساعتها نستبدل الغضروف دوت بغضروف صناعي او بيتقال عليه انتر بادي فيوجن، احط جزء كيج قفص كربوني بقى، او هو معمول من ماده البيك، الحقيقه ما بيبقاش كربوني خلاص، وبنحطه ما بين الفقرتين عشان يحصل فيوجن او التحام ما بين الفقرتين. طيب هل ينفع بعد ما اعمل العمليه للمره الثانيه تقول لي ايه اللي ممكن اعمله علشان اتجنب الرجوع تاني للغضروف ويبقى عندي المره الثالثه انزلاق غضروفي مرتجع؟ طبعا. زي ما بقول لك، خلي بالك من وزنك، ما تشيلش اوزان تقيله، ما تقعدش فترات طويله، تخلي دايما نفسك محافظ على تمارين تقويه عضلات اسفل الظهر، لان دي هتحميك بشكل كبير جدا وتخلي التحميل على العضلات اكتر من هو تحميل على العمود الفقري. خلي بالك ان عمليه الانزلاق الغضروفي المرتجع للمره الثانيه هي عمليه ناجحه. مفيش حاجه اسمها محدش يقول الكلام اللي هو طب ده الغضروف جالي تاني مره فانا هعمل عمليه تاني مره فغالبا انا هطلع مش كويس ومش هستريح و لا طبعا. لا طبعا. يعني خلي بالك ان التدخل الجراحي للمره الثانيه هيجيب نتيجه كويسه جدا، وحتى لو للمره الثالثه هيجيب نتيجه كويسه جدا جدا. المهم ايه؟ المهم ان احنا نعمل التدخل الجراحي في الوقت المناسب ونعمل التدخل الجراحي نفسه المناسب. دول الشرطين مهمين جدا، انك تعمل تدخل جراحي في الوقت المناسب قبل ما اعصابك ومفاصلك تتضرر بشكل كبير، وتعمل التدخل الجراحي المناسب لحالتك علشان نوصل لاحسن صوره. دمتم سالمين، وان شاء الله ان شاء الله ما حدش يمر بهذه التجارب. ان شاء الله ربنا يديم عليكم صحه، نعمه الصحه ونعمه العافيه،
وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قريبه ونجاوب على اسئله اكتر واكتر.